السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين مطبخ رئيسة، معكم النهاردة وصفة سهلة بسيطة سريعة زي ما تعودتوا مني على كل وصفاتي إنها بتكون سريعة وسهلة وبسيطة. وصفة النهاردة هي كوكيز العسل الأسود. هنستغنى عن السكر، هنضيف بدل السكر العسل الأسود. ما شاء الله الوصفة أقسم بالله طعمها روعة روعة روعة. مغذية، كلها حديد. لو أطفالك مش بيحبوا العسل ممكن تعملي لهم الوصفة دي، هتعوضي طعم العسل. بس مبدئيا أنا بتأسف على صوتي، عندي بحة في الصوت، بداية برد، فسامحوني على صوتي، هتلاقوه شوية خشن وفيه بحة كده، فسامحوني على الصوت. أنا بس حبيت حتى وأنا تعبانة إن أنا أعمل لكم وصفة بتكون بسيطة سريعة، هتنفع الأطفال في المدارس، هتحطيها في اللانش بوكس، هتسعفك مع الأطفال، هيحبوها. لو أطفالك مش بيحبوا العسل الأسود هتعوض لهم العسل الأسود في الوصفة دي. كوكيز العسل الأسود أقسم بالله العلي العظيم روعة، طعمها تحفة. يعني مش بس منظرها كده، لا ده طعمها خطير. أنا عملت قبل كده في القناة بتاعتي الكوكيز بالشوكولاتة والكوكيز الأبيض العادي، بس المرة دي عملته بالعسل، مختلف اختلاف كلي وجزئي، طعمه روعة. عشان ما اطولش عليكم في الفيديو هندخل على الوصفة والمقادير، بس مبدئيا اتمنى انكم تدعموني بلايك وتعليق واشتراك لقناة اليوتيوب الخاص بعائلة رئيسة، وتفعلوا زر الجرس الاسود علشان اي وصفة جديدة انزلها في القناة يوصلكوا اشعار بيها. وعلشان القناة تكبر بيكم وبتشجيعكم وبلايكاتكم. معلش الصينية دي في الفرن شوية حرارتها زادت شوية، بس برضو مش مديها عيب، بالعكس يعني شكلها حلو وطعمها حلو. طبعا دي الوصفة اتمنى انكم تطبقوها عملي بكل خطواتها، كل تكاتها وحركاتها، تطبقوها عملي خطوة بخطوة، هتلاقوها فعلا روعة. في نهاية الفيديو اتمنى انكم تدعموني بلايك وتعليق واشتراك لقناة اليوتيوب الخاص بعائلة رئيسة، بعائلة رئيسة، وتفعلوا زر الجرس الاسود علشان يوصلكم اشعار جديد بكل وصفة انا بنزلها. سامحوني انا عندي برد وما عنديش تركيز، فسامحوني على الصوت. انا عملت الوصفة دي وانا يعلم بي ربنا انا تعبانة، فسامحوني لو يعني ما عرفتش اركز معاكم في المقدمه. فهي دي طبعا وصفه النهارده كوكيز العسل الاسود. ما شاء الله عليه، خطير خطير خطير، طعمه روعه روعه روعه. اتمنى انكم تطبقوها عملي. هي وصفه سهله، خطواتها بسيطه، مش محتاجه اي تعقيد، مقاديرها بسيطه خالص خالص خالص، ما فيهاش اي مكون صعب، يعني كل مكوناتها بسيطة. بس أتمنى أنكم تكملوا الفيديو للنهاية علشان بس توصل لكم الوصفة كاملة وتعرفوها بكل حركتها وتكتها. أتمنى أنكم تشوفوا الفيديو عشان ما أطولش عليكم. هندخل على المقادير والشرح الطريقة بالتفصيل. بس المرة الثالثة هطلب منكم انكم تدعموني بلايك وتعليق واشتراك لقناة اليوتيوب الخاص بعائلة رئيسة، وتفعلوا زر الجرس الاسود علشان يوصل لكم اشعار جديد بكل وصفة انا بنزلها. هندخل مباشرة على المقادير وطريقة التحضير. يلا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بالمقادير. هنحتاج أول حاجة عسل أسود زي ما انتوا شايفين اهو، هنحتاج منه 2 كوب عسل أسود، هنحتاج دقيق، هنحتاج كوباية زبدة أو سمن، هنحتاج 2 بيضة، هنحتاج بيكنج باودر. هنبدأ خطوة خطوة. طبعا دي اللي احنا هنعجن فيها المقدار. هنبدأ أول حاجة هنحط البيض، هنضرب البيضتين. طبعا انا نسيت اقول لكم في المقدار ان احنا نحتاج شوكليت شيبس اللي هي دي للتزيين الوصفه، لتزيين الوصفه دي الشوكليت شيبس بتجيب من عند العطار. خلاص، هنا 2 بيضه، هنحط لكل بيضه معلقه فانيليا سايله كده، تمام. هنبدا نضرب البيض ده ونضيف ليه بعد كده المقدار العسل.
طبعا انا بضرب اهو في البيض الفانيليا. هنضيف للمقدار ده 2 كوب عسل، 2 كوب عسل اسود. طبعا ادي الكوب الاول عسل اسود، الكوبايه الاولى العسل الاسود، اول كوبايه، اول كوبايه اهي العسل الاسود مع البيض. هنضيف الكوبايه التانية 2 كوب عسل اسود. خلاص ضربنا المقدار كويس. هنضيف السمنة او الزبدة اهي، كوب سمنة او زبدة اهو، كوب بيبقى 2 كوب عسل، كوب سمنة او زبد، 2 بيضة. خلاص 2 بيضة، 2 كوب عسل، كوب زبدة او سمنة. هنفضل نضرب لحد لما الزبدة او السمنة تسيح كامل. بعد كده هنضيف الدقيق وذرة ملح والبيكنج باودر. هنقلب كويس المقدار. هحتاج للمقدار ده 6 كوب دقيق، 6 كوب دقيق. يبقى انا ضفت 2 بيضة، 2 كوب عسل اسود، مع كوب زبدة او سمن، و2 معلقة فانيليا او 2، كل بيضة لها معلقة فانيليا. خلاص هضيف دلوقتي 6 كوب دقيق وكوب او اسفة، هضيف 6 كوب دقيق، وهنحتاج باكيت باودر او بيكنج باودر. ادي اول كوب دقيق اهو، اول كوب دقيق اهو، ادي 1 دقيق. ادي الكوب التاني 2 كوب دقيق. ادي الكوب التالت 3 دقيق. هنضيف بعد كده باكيت البيكنج باودر. المقدار هنا كبير فانا هاخد باكو كامل. لو انت هتعملي نص المقدار هتاخدي معلقه صغيره، لكن انا عامله مقدار كبير فهاخد الباكيت كامل. ودي الكوبايه الرابعه من الدقيق اهي، كده 4 كوبايات دقيق. طبعا انا ضربت المقدار اللي هو 4 كوبايات دقيق مع البيكنج باودر، فبقى ده شكله. لسه هيحتاج تاني طبعا دقيق. هنضيف الكوبايه الخامسة اللي اهي، دي الكوبايه الخامسة. طبعا قلبت الكوبايه الخامسة بالطريقه دي. هنضيف الكوبايه الستة، الكوبايه الاخيره، اخر كوبايه من الدقيق. وبعد كده هنزينه. هحتاج ذره ملح بسيطه. طبعا هحتاج ذرة ملح بسيطة اللي هي دي اللي هتظبط الطعم، الملح على الدقيق. وهنبدأ نضرب المقدار ده كله لحد لما يكون عجينة متماسكة. دي الكوباية الأخيرة من دي الكوباية الستة. هبدأ أضرب المقدار. وده شكل العجينة بعد تمام العجن. بتبقى بالسمك ده اهي، طرية خالص، بيبقى سمكها طري، مبتبقاش تخينة قوي. هنبدأ نشكلها بالشكل الشيبس اللي انتوا شايفينه قصادكم اهو، شكل الشيبس. وده شكل العجينة. على فكرة هي اخدت مني مش 6 كوبايات، اخدت كمان حوالي كوب ونص تاني دقيق. يعني ال6 كوبايات ده الاساس. بعد كده بنحتاج دقيق حسب طلبها. يعني في دقيق بيتشكل بسرعة، في دقيق العجينة بتاخد دقيق اكتر، يعني حسب العجينة. في عجينة بتاخد دقيق تطلب دقيق اكتر. فدي اخدت الاساسي 6 كوب دقيق، وضفت لها كمان حوالي كوب ونص دقيق. يعني في حوالي من 7 ل7 ونص دقيق. هنبدأ نشكلها بالشوكولات شيبس زي ما انتم شايفين كده. هنجيب بقى الطاسات او الصواني اللي هنشكل فيها الكوكيز. نجيب الطاسات اللي هنبدأ نشكل فيها الكوكيز. هشكل بالطريقة دي، هنعملها كورة بالشكل ده. وبعد كده هنبدأ ننزلها في الشوكولات شيبس، وهيبقى ده شكلها. هنشكل واحدة تانية برضو بنفس الطريقة زي كده. هنكورها كورة، وبعد كده هنبططها حاجة بسيطة، وبعد كده هننزلها في الشوكولات شيبس. بعد ما ننزلها بالشوكولات شيبس بنضيفها في صينية الفرن. طبعا هنكمل بقى المقدار كله بالطريقة دي.
وده الشكل النهائي للكوكيز بعد تمام التزيين اهو. هيدخل الفرن على درجة حرارة 180 أو 175 درجة لو فرن شديدة، لو الفرن شديدة على 175، لو الفرن وسط يبقى 180 لمدة ربع ساعة. وهيطلع لما نشوفه إن شاء الله بإذن الله من الفرن. بس رجاء خاص مني ليكم انكم تدعمونا بلايك وتعليق واشتراك لقناة اليوتيوب الخاص بعائلة رئيسة، وتفعلوا زر الجرس الاسود عشان يوصل لكم اشعار جديد بكل وصفاتي اللي بنزلها. اتمنى انكم ما تكسفونيش وتفعلوا زر الجرس وتفعلوا الاشتراك في القناة. ده كوكيز العسل الاسود اهو. طبعا هيدخل الفرن وهتشوفوا لما يخرج من الفرن. وده شكل الكوكيز بعد ما خرج من الفرن. معلش هو الصاج ده شوية احمر لونه، النار كانت عالية شوية. ده شكل الكوكيز اهو بعد ما استوى، يبقى بالشكل ده اهو. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، واتمنى انكم تدعمونا بلايك وتعليق واشتراك لقناة اليوتيوب الخاص بمطبخ رئيسة او عائلة رئيسة، وتفعلوا زر الجرس الاسود عشان يوصل لكم اشعار جديد بكل وصفاتي. دي كانت وصفة النهاردة، هي الكوكيز بالعسل الاسود او كوكيز العسل الاسود. وصفة ما شاء الله عليها روعة، رائعة جميلة، طعمها تحفة، اقسم بالله طعمها روعة، مش محتاجة سكر خالص. العسل هو بيأدي الغرض. فده شكلها النهائي. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم وتكون نالت على اعجابكم. دي وصفة الكوكيز بالعسل الاسود، وصفة طعمها روعة روعة روعة، ولا اطعم من كده. اتمنى انكم تطبقوها عملي بخطواتها وبتكتها. اسفة على الصوت، معلش عندي شوية برد فسامحوني، يعني الصوت فيه بحة بسيطة فسامحوني على البحة دي، بس انا حبيت اوريكم الكوكيز. قبل ما اختم الفيديو رجاء خاص مني ليكم، اتمنى انكم تدعموني بلايك وتعليق واشتراك لقناة اليوتيوب الخاص بعائلة رئيسة، وتفعلوا زر الجرس الاسود عشان يوصل لكم اشعار جديد بكل وصفاتي. اتمنى انكم تدعموني علشان القناة تكبر بيكم وبتشجيعكم لي. في الختام هقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى انكم تطبقوا الفيديو دي عملي. الوصفة دي الكوكيز بالعسل الاسود انها تكون نالت على اعجابكم. وختاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.